السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض القرص الطرية. ازاي اعمل القرص الطرية من اللبن الخاسر او اللبن القاطع؟ جبتي لبن قطع منك، هنعمل بيه ان شاء الله احلى معجنات. واول حاجة نعملها مع بعض النهاردة وهي القرص الطرية. ده سوى القرص بتاعتي، سواها حلو جدا وحجم القرصة حلو قوي. طيب، اول حاجة هعملها يا بنات ان انا هجيب اللبن بتاعي هدفيه على النار. تمام. بعد كده عندي كوبايتين من السمنة، هبدأ ادفيهم على النار او اسخنهم. انا عايزه اللبن بتاعي هنا سخن. عندي كيلو من الدقيق منخول كويس جدا. تمام. رشة من الملح، باكت من الخميرة، معلقتين كبار بيكنج باودر، من 3-4 معالق سكر حسب الرغبة، معلقتين من السمسم. ابدأ اقلب المواد الجافة كلها مع بعض بالشكل ده. بعد كده يا بنات انزل بكوبايتين من السمنة الدافية. تمام. انا هنا هستخدم كوبايتين سمنة مع كوباية زيت. اول حاجة نزلت بيهم كوبايتين السمنة، وبدأت اتوه السمنة مع الدقيق، وهبدأ اعجن بايدي. من نجاح القرصة بتاعتي بس الدقيق. تمام. بدأت كده اخلط السمنة مع الدقيق وابدأ ابسها على ايدي بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده. تمام. بعد كده هنزل بكوباية الزيت، ابدأ اخلط الزيت مع السمنة مع الدقيق. حابة تحطي 3 كوبايات سمنة صافي مفيش مشكلة. تمام يا بنات. وابدأ برضو ابس الدقيق بتاعي على كف ايدي بالشكل ده. تمام. بعد كده هجيب اللبن، ابدأ انزل باللبن بتاعي سنة بسنة كده لحد ما اتوه العجينة بتاعتي او الم العجينة بتاعتي. منزلش باللبن مرة واحدة، انزل باللبن والم العجينة لحد ما استكفى والقى عجينة ملمسها ناعم. تمام بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب، اللبن بتاعي مكفاش ولسه العجينة بتاعتي ملمتش. لو عندك حبة لبن في التلاجة دفيهم. طيب، ما عنديش لبن، بدفي حبة مية وبلم بيها العجينة. افضل اعجن في العجينة بتاعتي لحد ما القى ملمسها ناعم وما يكونش مشققة. اهم حاجة من نجاح العجينة او القرصة بتاعتي ما تكونش العجينة مشققة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا هنا طول فترة العجن بختبرها وبشكلها. طيب، لقيتها مشققة بعجن فيها تاني. القرص بتاعتي ما بتختمرش في اول مرحلة، بسيبها تريح لمدة 10 دقايق. يبقى في اول مرحلة العجن بسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. بحط على وشها كيس بلاستيك. تمام بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعد كده بشكلها، وده شكل العجينة بتاعتي بعد 10 دقايق. عندي صاج او صينية وبشكل القرصة بتاعتي. تمام. ممكن اشكلها على ايدي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، او افردها على الرخامة بحبة دقيق وبأي قطاعة حسب القرصة بتاعتك ما انت عايزاها بتقطعي بيها. يبقى بقطع العجينة على ايدي وببسطمها بايدي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام يا بنات. كيلو الدقيق هيعمل معايا صاجين، يبقى كيلو الدقيق هيعمل معايا صاجين. انا بفضل اعمل القرص وجبة فطار، وجبة عشاء، حسب ما تحبي. تمام. حلو قوي بالشكل ده يا بنات. طبعا احنا قلنا طول ما احنا شغالين الفرن بتاعنا بيكون سخن. القرص بتاعتي ما تدخلش على فرن بارد. بسخن الفرن كويس جدا، وبعد كده بدخل القرص بتاعتي زي ما انتم شايفين كده على الرف الوسطاني. ما يكونش الرف قريب من الشعلة التحتانية. ليه؟ علشان القرصة بتاعتي ما تلحقش مني وتتحرق بسرعة. وده شكل القرص. طيب،
بخلي القرص بتاعي تختمر ساعة، يبقى مدة التخمير ساعة. بعد التخمير يا جماعة بجيب شوكة وابدأ اشكل القرص بتاعتي بالشكل ده علشان القرصة بتاعتي ما تعلاش في قلب النار. تمام. هنا هبدأ طبعا ادخل القرص بتاعتي في الفرن، وده كده اول مرة او اول بداية القرص في الفرن، ده كده ب3/4 سوا. وده كده شكل القرص بتاعتي بعد ما طلعتها من الفرن. جميلة جدا، سواها حلو قوي. القرص دي بتبقى احلى كمان لما بتبات تاني يوم. جربيها وان شاء الله هتعجبك. اهم حاجة متنسينيش في اللايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.